اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا مساء الفل والياسمين على احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وانتوا بتشوفوني النهارده. عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده جايه لكم بفيديو جديد وبيوم جديد. بصوا بقى، خلوني قبل ما ابتدي بس معاكم الفيديو كده عايزه اتكلم معاكم لانكم بجد وحشتوني كتير. كلمه وحشتوني ديت قليله جدا على الاحساس اللي جوايا، يعني انتوا فعلا وحشني بطريقه مش طبيعيه، بجد مفتقداكم جدا. طبعا متاخره عنكم بقالي كتير قوي وبقالي مده، وده طبعا مش بعادتي يعني او مش بالطبيعي بتاعي، لاني انا ما بقدرش اتاخر عنكم اكتر من كده، وبالذات كمان ان انتوا عارفين ان انتوا جزء كبير من حياتي، وبالذات ان انتوا عارفين ان انا بحب، يعني انا بحب الفيديوهات معاكم، بحب ان انا اعملها معاكم، وبحب ان انا اشارك يومياتي، وبحب ان انا اشارك الحاجه اللي انا بعملها معاكم. فطبعا غيابي دوت ما بيكونش سهل كده ولا بيكون عادي، يعني اكيد لما بغيب والله العظيم بغيب بيكون يعني للشديد القوي بالنسبه لي، يعني بيكون فعلا انا في حاجه تعباني او في حاجه حصلالي ان انا اغيب بالشكل دوت. وطبعا يعني انا ما بغيبش صراحه، انا الحمد لله ولله الحمد ما بغيبش لما بكون فعلا بس تعبانه، مش اكتر من كده، يعني هو ده اللي بيخليني فعلا ان انا اغيب، لاني انا ما ببقاش قادره ان انا اقوم ان انا اصور او ان انا اصلا قادره ان انا اعمل اي حاجه. ومع اني بقى اليومين دولت انتوا عارفين طبعا الفتره اللي فاتت ديت الجو ساقعه قوي قوي قوي. فعلا الجو ما كانش طبيعي، بالذات في الشهر اللي احنا فيه دوت الجو فعلا مش طبيعي، يعني الشتاء كله جه في شهر 2 صراحة، وانا ما بتحملش السقعة ما بتحملش البرد ابدا. وبردي وحش، يعني انا بخاف صراحة ان يجيلي برد، لان فعلا البرد بتاعي بيكون وحش قوي قوي يعني. بيكون صعب، يعني بالنسبة لي مش بيعدي سهل، لان انا مش بتعب على طول الحمد لله، يعني الحمد لله. ربنا يديم الصحة علينا نعمة، الحمد لله دي نعمة كبيرة. انا ما بتعبش على طول، فلما بتعب بقى بتعب يعني بتعب، التعب بتاعي بيكون صعب قوي صراحة. فطبعا بقى البرد مش البرد بس يعني اللي اتملك مني صراحة، لا وكمان انتوا عارفين ان انا عندي يعني عندي مشكلة صراحة في دروسي واسناني، وانتوا عارفين طبعا الام الاسنان او وجع الاسنان ده ما بيكونش سهل ابدا، يعني بيبقى من اصعب الالام صراحة اللي ممكن تتخيلوها. وانا بالنسبه لي برضو ده بيكون صعب عليا قوي يعني. ما ببقاش متحمله نفسي ومش ببقى متحمله صراحه ان انا اعمل اي حاجه. طبعا ربنا يعني ما يحسس حد بالوجع ده، لانه اصعب وجع في الدنيا كلها، يعني انا بحس صراحه ان وجع الاسنان بيكون من اصعب الوجع، يعني ربنا يشفي كل مريض يا رب. طبعا احنا في ايام مفترجه، كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا في بدايه شهر شعبان، ففعلا كل سنه وانتم طيبين. طبعا نسيت اقول لكم فالايام ديت ايام مفترجه ان احنا ندعي ندعي فيها، فالدعوات فيها اكيد ان شاء الله بتكون مستجابه، يعني لو في يقين. ففعلا والله يعني الم الاسنان ده بيكون صعب جدا، ومن اصعب الوجع زي ما بقول لكم. فطبعا بقى برد، ويعني برد وتكسير جسم وكمان وجع سنان، ومعرفش بقى مره واحده طبعا كده وشي ورم، معرفش ليه، يعني والله ما عارفه ايه ايه اللي حصل لي كده مره واحده، حصل لي دروب جامد قوي، فانا صراحه تعبت قوي وكنت تعبانه، وبالذات كمان بقى يعني الحمد لله قمت واتعافيت وكده. بس كان في بقى يعني في الاخر خالص اني طبعا عندي ضرسي عمل يعني كان وارم بطريقه غريبه، مورم وشي بطريقه غريبه، وانا مش فاهمه كان ايه السبب يعني الصراحه. كان وارم وما كانش وجعني، يعني الوجع راح، بس كان في ورم في وشي، وانا طبعا مش هينفع ان انا اطلع لكم بالشكل ده ابدا، يعني ما كانش هينفع ابدا ابدا ان انا اطلع وشي وارم، كان طبعا شكله كان صعب يعني. فماما ربنا يبارك لها ويديها الصحه نزلت جابت لي صراحه يعني برشام من الصيدليه ومضاد حيوي وكده، عشان خاطر الورم ده يفش شويه. بص انا وانا بسجل لكم الفيديو لسه الورم موجود، بس حاجه بسيطه، يعني هو حاجه بسيطه الحمد لله الحمد لله. فهو حاجه بسيطه يعني بالنسبه ان كان وشي وارم، او فطبعا ما كانش ينفع ان انا اصور بالشكل دوت، وده يمكن العامل الاكبر بالنسبه لي، او دي الحاجه الاكبر بالنسبه لي اللي كانت مخلياني ان انا متاخره عليكم كده، لاني ما كانش ينفع ان انا اطلع اشارك معاكم يوميات ووشي كان متدمر صراحه. فالحمد لله يعني انا بقيت كويسه ونوعا ما. وطبعا ما كانش ينفع برضو ان انا يعني ان انا اسجل معاكم فيديو، اني ما كنتش عارفه حتى ان انا اتكلم وكده. فالمهم بقى طبعا زي ما بقول لكم والله انا عدوة الشتاء، يعني انا صراحه من اكتر الناس اللي الشتاء بالنسبه لي بيأثر عليا بالسلبي، يعني ما بيأثرش عليا ايجابي خالص. ده اللي بيخليني صراحه ما بحبش الشتاء، بتعب منه فعلا قوي. فالمهم بقى طبعا الحمد لله الحمد لله ولله الحمد الحمد لله، يعني بقيت كويسه.
فالمهم بقى طبعا قلت لا، اول يعني ما بقيت كويسه وشديت حيلي كده قلت لا لازم بقى خلاص يعني كفايه كده وكفايه دلع يعني. فعلا انتوا وحشتوني جدا طبعا زي ما بقول لكم. انتوا حاجه يعني حاجه كبيره بالنسبه لي او جزء كبير من حياتي يعني، لان انتوا عارفين انا بعمل حاجه بحبها وكمان بحبكم انتوا كمان، فانتوا جزء معايا يعني. فالمهم بقى طبعا نسمي الله بقى، لان طبعا بص انا رغيت كتير، او نسمي الله بقى ونقوم كده نرجع لنشاطنا وندفي نفسنا في شغل البيت يعني، ونقوم مع بعض كده نشوف هنعمل ايه. يعني نقول نودع الكسل شوية. حاسه ان الايام ديت نوعا ما بدأ الجو يتظبط شويه صراحه. انا عارفه طبعا ان خلاص يعني الشتاء خلاص على الابواب يعني، متهيالي اخره 21 تلاتة يعني. انا سمعت كده ان اخره 21 تلاتة، وطبعا خلاص الايام بتجري وكل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص ما بقاش فاضل له حاجه يعني. هنبتدي بقى ان احنا هنشوف نعمل بقى تجهيزات رمضان، ونبتدي ان احنا نشوف اللي ورانا. طبعا ستات البيوت اللي بتحب ان هي تفرز بقى وتحب ان هي تخزن وكده هيبتدوا يشوفوا طبعا احنا كبالنسبه لنا بقى هنشوف نعمل ايه في الشقه، والتنظيفات اللي احنا هنبتدي نعملها، او التجهيزات اللي احنا بنعملها قبل رمضان وكده. فنرجع بقى ونستعيد النشاط بتاعنا كده. وزي ما بقول لكم حتى لو الجو ساقع هبتدي ان انا اقوم ادفي نفسي كده في شغل البيت. والله انا كنت بعمل حاجات كتير قوي وما صورتهاش معاكم، لان انتوا عارفين انا ما بقدرش يوم ما اعملش حاجه في البيت يعني. بصور مش بصور دي طبيعتي يعني، ده طبيعي بالنسبه لي. ما بقدرش يوم ما بعملش حاجه في البيت، ده بيكون صعب بالنسبه لي قوي. زي ما بقول لكم يعني بيكون بس يعني الشديد الاول لما بكون فعلا تعبانه خلاص بقى مش قادره ان انا اقوم. فالمهم بقى طبعا زي ما انتوا شفتوا كده كان عندي صراحة اوضة الاطفال كانت خلاص يعني كانت عايزة ان هي بقى تتنضف، وكانت عايزة ان هي يعني عايزة ان انا اروقها صراحة، لاني كانت مكركبة وكانت متبهدلة. وكانت خلاص خرجت عن السيطرة، كانت مطربة الصراحة، والفرش بتاعها كمان كان عايز يتغير. فقلت في اليوم دوت بقى ما كانش عندي صراحة حاجة في الشقة غير ان انا قلت ان انا همسك اوضه الاطفال يعني. انا صراحه كنت في اليوم دوت كنت مخصصه اليوم لاوضه الاطفال بس يعني، ما كنتش هعمل حاجه تاني معاها صراحه. فالمهم بقى طبعا زي ما انتوا شفتوا كده معايا، دخلت بقى جبت الفرش بتاعي الصبح كده بدري ودخلت بقى على الاوضه، ابتديت ان انا اشيل الفرش بتاعها وان انا انفسها كده، وكمان هشيل السجاد بتاعها عشان خاطر يعني زي ما بقول لكم ان انا محتاجه ان انا انفس الاوضه، محتاجه ان انا امسحها لان هي فعلا متبهدله معايا قوي. من ساعة ما فرشت المفارش القطيفة وانا صراحة ما شلتهاش يعني. ما المفارش القطيفة ما بتتبهدلش قوي يعني صراحة، عندي مش بتتبهدل قوي مش زي المفارش يعني المفارش اللي بتكون فاتحة يعني. ما عندي المفرش بتاع اوضه النوم اللي هو لونه بينك كده، ده بصراحة بيتبهدل على طول، لكن المفارش دي بتتحمل معايا شوية شويه مش كتير يعني، وساعات ما بتتحملش صراحه يعني على حسب الاستخدام. فالمهم بقى انا حسيت صراحه ان هي اتبهدلت يعني، مش قادره تتحمل بقى اكتر من كده. والاوضه زي ما بقول لكم كانت محتاجه ان هي عاملاها تنظيفه عميقه كده. المهم بقى طبعا انا زي ما انتوا شفتوا بقى شلت الفرش كده وطبقت معايا المفارش القطيفه، لان المفارش ما بحطهاش على طول. انتوا عارفين ان انا ما بحطش المفارش معايا على طول. بسيبها لحد ما بخلص الغسيل اللي معايا يعني في الباسكت، وببتدي ان انا اغسل المفارش بتاعتي. المهم بقى كان عندي غسيل في الغساله، دورة غسيل كنت حطاها يعني من بالليل. المهم بقى نشرتها زي ما انتوا شايفين طبعا، انتوا وانا بنشر شايفين الهوا كده. الهوا عندي مش حاجه يعني، بالليل عندي الدنيا بتبقى والله العظيم كلمه تلاجة دي قليله يعني، بتكون قليله فعلا على التلج اللي احنا بنكون فيه. الجو فعلا بيكون بالليل ساقعه وبيكون الجو بارد جدا. فامتى بقى امتى الايام دي تعدي يعني بجد والله، امتى الايام دي تعدي، لان الواحد فعلا خلاص يعني مش قادره اتحمل اكتر من كده صراحه الشتاء. المهم بقى طبعا نشرت الغسيل كده، قلت ان انا كمان اخلص يعني منه. وكمان زي ما انتوا عارفين بحب ان انا وانا شغاله كده بحب ان انا اشتغل برضو معايا في الغسيل، عشان خاطر لو عندي حاجه بحطها في الغسيل. وطبعا بقى الفرش اللي انا طلعته من الاوضه حطيته معاكم في الغساله ياخد دوره كده، عقبال لما اخلص يكون الغسيل طبعا نشف. دوره الحياه يعني الطبيعيه، مش محتاجه بقى ان انا احكي لكم عليها، بس دي دوره الحياه بتاعتنا يعني اللي ما بنقدرش نستغنى عنها يوميا. المهم بقى طبعا هنا بقى جيت طبعا شلت السجاده زي ما انتوا شايفين كده، ونفضتها في الارض كده، وابتديت ان انا اطلع يعني السجاده والمشايه، ابتديت ان انا اطلعهم معايا بره. بصوا هنا بوريكم ايه، بوريكم الكريم دوت. الكريم دوت حلو جدا.
انا جبته واستخدمته، وطبعا هو قرب يخلص يعني. بس انا حبيت اقول لكم عليه ليه، عشان خاطر حابه ان انا افكه. طبعا فاكرين اللي متابع طبعا معايا القناه بتاعتي ديت من زمان، فاكرين طبعا كنت مره عامله لكم وصفه. بصوا انا بحب الوصفات جدا، يعني خليني متفقه معاكم ان انا بحب الوصفات قوي، وبجرب وصفات كتير مع نفسي. لكن صراحه مش بشاركها معاكم، يعني ما بشاركهاش دايما معاكم. لكن انا من نوعيه ان انا بحب ان اعمل وصفات، بحب ان انا بشوف الوصفات واجربها وكده. فمره طبعا زمان كده كان طالع وصفه كانت قلبه اليوتيوب، وكانت التيك توك، كانت موجوده في كل مكان يعني. طبعا كان كريم البنسنول او المرهم بتاع البنسنول يعني وكده. كنا بنجيبه، كنا بنحطه على الزيت. طبعا انا عملت التجربه ديت معاكم او قلت لكم عليها، مش فاكره قوي صراحه، لا انا عملتها معاكم وكنت بستخدمها للشعر صراحه، وكانت النتيجه بتاعته كانت كويسه قوي، جاب نتيجه كويسه ان يعني فعلا نعم الشعر وخلى الشعر يعني الشعر شعري كان كويس قوي. بس كان في عيب واحد بس صراحه ساعتها، ان هو عمل لي قشره في شعري، يعني هو بس ده الحاجه الوحيده. لكن صراحه كانت خلطه حلوه قوي بالنسبه لي، وكانت صراحه كويسه يعني. فالمهم بقى طبعا وانا قاعده كده بتفرج، انا بحب بصراحه اتفرج على التيك توك كتير، او معظمنا يعني او كلنا تقريبا فينا العاده ديت. فطبعا زي ما بقول لكم بحب الوصفات، فطبعا مشتركه في حاجات زي كده كتير. فطبعا بقى شفتي اني يعني الشركه، او طبعا مع ان احنا ساعتها عملنا التجربه ديت، نزلوا لنا كريم شعر اسمه هيبتا بنسينول. فصراحه اول ما شفته فقلت لازم ان انا انزل اجربه، يعني لازم انزل اجيبه واجربه وكده. فنزلت، هو تمنه مش غالي قوي صراحه، هو حلو يعني في متناول ايد الجميع، يعني هو مش غالي قوي. فنزلت صراحة ما ترددتش، نزلت ان انا جبته من الصيدلية وكده. هو متوفر يعني في الصيدلية كلها. فصراحة جربته لقيته حلو قوي و... ومش تقيل على الشعر، وكمان بيديني نتيجة كويسة. فانا حبيت ان انا اوريهولكوا، عشان خاطر لو انتوا حابين ان انتوا تجيبوه وتجربوه، او معرفتوش حاجة عنه، فهو فعلا حلو قوي، او حد سمع عنه وعايز يعرف اذا كان كويس ولا لا. هو فعلا كريم كويس قوي للشعر، وبيرطب الشعر، وبيخلي الصراحة الشعر لامع كده، وبيديله يعني رونق كده، او معرفش بحس ان هو لامع كده ومش تقيل على الشعر يعني. او بيخلي الشعرية تحتفظ بالرطوبة بتاعتها، يعني رطوبة المية بتاعتها وكده. فهو حلو قوي، هاتوه لو حابين ان انتوا تجيبوه وتجربوه، فحلو قوي. المهم بقى طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا شلت السجاد بتاع الاوضه، وفرشت الفرش بتاعي النظيف، وغيرت المفارش. طبعا الاوضه فاقت معايا صراحه، لاني زي ما بقول لكم كانت الاوضه عندي كانت متبهدله قوي. فالمهم بقى طبعا قبل ما انا ابتدي ان انا طبعا امسح، ابتديت ان انا اكنس الارض. اهم طبعا حاجه، اهم من المسح ان انت تكنسي الارض كويس قوي، ده بالنسبه لي اهم من المسح صراحه. فالمهم بقى طبعا انا لمعت الخشب معايا، ولمعت البرواز، ولمعت كل مكان في الاوضه. يعني صراحه الاوضه حسيت ان هي فاقت كده. وجبت بقى طبعا الموب بتاعتي، وابتديت ان انا احط فيها ديتول يعني. زي ما انتوا عارفين انا بحب ان انا من كل فتره والتانيه بحب ان انا اغير، يعني محبش ان انا يعني اشم ريحه واحده، عشان ما بحسش بيها. بصوا زي ما انتوا شايفين انا الشقه عندي بره نظيفه وزي الفل يعني. ده بيوفر عليا صراحه ان انا اعمل الحاجه وانا مرتاحه. طبعا بصوا انا فرشه الشقه بره، وزي ما بقول لكم يعني قبلها بيوم انا بكون مروقاها، بتكون نظيفه معايا. فصراحه بعمل الحاجه وانا مرتاحه، وبعملها صراحه زي ما انا عايزه يعني. بتخليني اما بعمل يعني بنظم صراحه الحاجه اللي انا عايزه اعملها، فبتخليني ان انا اعمل الحاجه وانا مرتاحه. وبعمل الحاجه بضمير، يعني مش ان انا بعملها بكروته عشان ورايا لسه ترويق بره في الشقه، او ورايا حاجات تانية انا عايزه اعملها. فده بيوفر معايا كتير قوي. جربوا والله الموضوع دوت هيريحكوا كتير قوي. دايما الشقه معاكوا هتكون نظيفه، ودايما هتلاقيها مرتبه معاكي يعني. المهم بقى طبعا انا كده مسحت الاوضه يعني، خلاص لمعتها. طبعا انا مش بدلق ميه كتير يعني. انا بس يعني ببل وبنشف. وبعدين الموب دي صراحه مش بتحتاجي ان انتي تدلقي ميه كتير، زي ما قلت لكم يعني قبل كده عن تجربتي يعني معاها. ما بتحتاجش لو انتي في ميه كتير ان انتي تلميها صراحه بيها. ما بتساعدكيش قوي. لكن ان انتي تبلي وبتنشفي بتكون ممتازه صراحه، وبتريح يعني، مع ان كمان الايد بتاعتها طويله عن ايد الشرشوبه. فبتريحني صراحه اكتر من الشرشوبه، يعني يمكن ما بقتش استخدم الشرشوبه كتير اكتر.
بقيت استخدم دي اكتر. فالمهم طبعا انا كده مسحت ورجعت بقى كل حاجه تاني في الاوضه زي ما انتم شايفين، بس رجعت يعني الموضوع مع نفسي يعني. زي ما انتم شايفين طبعا بقى هبتدي ان انا اعطر بقى الاوضه بتاعتي، وهبتدي بقى ان انا اروح معاكم مكان تاني. هتقولي لي ايه ما انت قلتي مش هعمل حاجه تاني؟ ما هو فعلا انا مش هعمل حاجه تاني في اليوم دوت، غير بس ان انا كنت عايزه اغسل حمام الضيوف. يعني عزكم الله، بصوا الاوضه في فرق صراحه قبل وبعد، بتبقى في فرق كبير قوي. المهم بقى طبعا زي ما اقول لكم يعني مش هعمل حاجه غير ان انا بس هغسل حمام الضيوف، لان الحمام بتاع الضيوف صراحه بقى لي كتير ما نضفتهوش وبقى مطرب يعني ومتبهدل. وطبعا بحب ان انا على طول برضو ايدي تكون فيه، لاني ما بضمنش ممكن ضيف يجيلنا ولا حاجه فيبتدي ان هو يخش الحمام. فطبعا لازم الحمام دايما يكون نضيف، مش معنى ان احنا مش بنستخدمه فان انا اهمل فيه يعني. فممكن اي ضيف يجي على غفله لازم الحمام يكون نضيف ويكون على طول دايما يعني مرتب وريحته نضيفه وكده. فدايما بحب ان انا اهتم بيه. لكن صراحه برضو بقالي شويه ما عملتوش، فقلت لا خلاص بقى مع اني في اليوم دوت ما عملتش غير الاوضه، فقلت اخده معايا يعني بالمره صراحه. خلاص يعني هو كده كده صراحة الواحد لما بيكون بيحط ايده في الحاجة، حتى لو انت كسلانة وفيكي كسل الدنيا بتلاقي نفسك خلاص بقيتي الحاجة اللي انت مأجلاها، لو عندك حاجة حاجتين عايزة تعمليها بتقومي صراحة وبتعمليها، ما بتأثريش يعني. ده يعني ده طبيعي فينا كلنا يعني، طالما الست قامت مدت ايدها في حاجة بتلاقي ان انت ايدك جت في حاجة واتنين وتلاتة. فالمهم بقى طبعا خرجت بقى الحاجه اللي في الحمام كلها، وابتديت ان انا انفض المشايات. حتى تحسوا ان المشايه وانا بنفضها طلعت تراب يعني. مع ان زي ما بقول لكم محدش بيستخدم الحمام دوت ودايما صراحه انا فاتحه الشباك بتاعه مش بقفله. زي ما انتم شايفين يعني كمني عامله طبعا الستاره يعني الستاره عاملاها بالمنظر دوت، فما بينفعش ان انا اقفل الشباك صراحه. وما بحبش انا عن نفسي ما بحبش اقفل شباك الحمام، يعني لازم الحمام يكون في حاجه في تهويه. فالمهم بقى طبعا عملت بقى الخلطه بتاعتي كده، حطيت كلور جل، لان صراحه ما كانش عندي كلور ابيض، ده كان خلصان من عندي. فمش مشكله يعني الموجود عندي بقضي بيه يعني، مش بقف صراحه على حاجه. فالمهم بقى طبعا حطيت كلور جل كده، وحطيت شويه الاوكسي بتاعي. صراحه مفيش احسن من الاوكسي يعني. زي ما قلت لكم قبل كده مفيش احسن من الاوكسي في ان انت تستخدميه يعني. بالنسبه لي بيكون افضل مسحوق صراحه ان انت تستخدمي، بيعمل رغوه. الرغوه دي صراحه كده بحس ان هي تغسلني من جوه يعني، انا بحب صراحه الرغوه ديت. فالمهم بقى طبعا هبتدي ان انا انضفه زي ما انتم شايفين كويس قوي، وطبعا تحت الحوض ومش هسيب مكان فيه مش هغسله يعني. في اوقات ان انا بمسك الحمام ممكن بس ان انا بعمله تنظيفه عاديه، ممكن اغسل الحوض واغسل القعده وببتدي ان انا اغسل الارض بتاعته يعني، بيكون تنظيف عادي. لكن في اليوم دوت صراحه لا، كنت مقرره ان انا هغسل الحمام كله يعني، حتى السيراميك بتاعه كل حاجه في الحمام كنت محتاجه ان انا انضفها يعني. زي ما قلت لكم حسيت فيه بتراب كده، وحسيت ان هو متبهدل صراحه. فالمهم بقى على طول كده هبتدي ان انا اغسل السيراميك بتاعه، ويبقى كده خلاص يعني خلصت كل اللي ورايا يعني في اليوم دوت. بصوا كده والله بيكون الموضوع بالنسبه لي اسهل يعني، وبيكون صراحه بالنسبه لي بيكون اسهل عليا بكتير يعني لما بعمل كده صراحه وكده يعني. بحس ان انا بعمل الحاجه بعملها بضمير يعني، بعملها ودايما كل يوم اعمل حاجه كده في الشقه، مش بتقل على نفسي يعني. انا ما بحبش ان انا اتقل على نفسي، ودايما يكون الشقه معايا نظيفه يعني. كل ما بعمل كده صراحه كل يوم بعمل حاجه مثلا انا عايزه اعملها في الشقه، دايما بقى الشقه صراحه عندي على طول بتكون نظيفه، وعلى طول تكون مرتبه ومنظمه. وطبعا بيجي بقى وقت عليا صراحه الشقه بتكون نظيفه وما بيبقاش فيها حاجه اعملها يعني، مجرد بقى ان انا بعمل لها روتين عادي او ترويق يومي يعني، ما بيكونش في حاجه صراحه محتاجه ان انا اعملها اكتر من كده. فالمهم بقى طبعا زي ما بقول لكم يعني خلاص بقى هبتدي ان انا اشطف الحمام. طبعا غسلته بقى كله، بس بختصر يعني معاكم عشان خاطر ما اطولش عليكم. انا طبعا بقعد كتير يعني، بفضل ادعك بقى في الحيطان وطبعا بغسل الحيطان من تحت وكده، بس انا بختصر معاكم المقاطع ديت عشان اعرف ان انا اغسل الحمام براحتي يعني. وطبعا عزكم الله ما بغسلش القعده معاكم صراحه، عشان خاطر في ناس ما بتحبش تشوف اللقطه ديت يعني. فانا صراحه بعملها مع نفسي برضو. هو انا بالنسبه لي عادي، بس في ناس ما بتحبش هي اراء يعني. فانا بعملها مع نفسي وخلاص يعني بختصر معاكم. المهم بقى طبعا خلاص هبتدي بقى ان انا انشف الارض بتاعتي كويس قوي قوي، لان زي ما انتم عارفين بفرش الموكيت عشان خاطر الموكيت بتاعها او الفرش بتاع الحمام ما يكمكمش معايا ويعمل ريحه مش لطيفه يعني.
فببتدي بقى ان انا انشف الارض كده مره واتنين وتلاته لحد ما اتاكد ان الارض بتاعتي ما بيبقاش فيها ميه خالص. لكن الحمام التاني صراحه ما بعرفش انشفه، يعني ما بينفعش صراحه ان انا انشفه يعني. المهم بقى زي ما انتوا شايفين كده، بصوا خلاص الحمام بقى صراحه رايق كده ونضف ورجع بقى نضيف وريحته حلوه. هبتدي بقى انا ارجع الفرش بتاعه وكل حاجه صراحه بحطها فيه، لان انا بحط المساحات بتاعتي والموب يعني، والحاجات اللي انا بستخدمها بحطها في الحمام دوت. عندي مكان يعني جنب الحوض، او مع اني طبعا عندي الموب صراحه صغيره كده وملمومه، فبحب ان انا احطها هنا، لان انا حاطه في البلكونه بقى الشرشوبه، فعشان خاطر ما بهدلش منظر البلكونه قوي. المهم بقى رجعت الحاجة بتاعته كده وكل حاجة فيه بقيت حلوة كده وبقيت نضيفة، وخلاص كده كنا خلاص وصلت يعني لآخر يومي كده. بس خلاص هي بس الحاجة الوحيدة اللي بحب أعملها بعد ما بخلص، بحب ان انا اعطر الحمام معايا، يعني بحب صراحة ان انا اعطره كده واقفل الباب بتاعه. بيكون بعد ما بفتحه، يعني لو جيت ان انا استخدمه وافتح الباب صراحة بريحته بتكون حلوة، وريحة المعطر بتقعد معايا فترة طويلة يعني في الحمام. طبعا وادي الأوضة كمان معايا بقت فل شمعة منورة ومفيش كلام، يعني شايفين المنظرة كانت قبل ومنظرة كانت بعد، تفتح النفس كده. اكون انا بالنسبه لي وصلت للنهايات السعيده. ده المنظر اللي بيسعدني صراحه، مفيش اي حاجه بتسعدني في الدنيا غير المنظر دوت، ان انا اشوف الشقه عندي بتكون بالمنظر ده. ودلوقتي اكون وصلت لنهايه الفيديو واقول لكم سلام.